هنتكلم النهاردة عن أكبر شهادات بيقدمها البنك الأهلي المصري لمدة 3 سنوات وكمان لمدة سنة، وده بعد قرار البنك المركزي الأخير لما خفض سعر الفايدة. تفاصيل الشهادة الأكثر ربحية لمدة سنة و3 سنوات بعد خفض سعر الفايدة بنسبة 1%. شهادة الادخار من البنك الأهلي بتقدم فلوس وعوائد ثابتة وكمان فلوس متغيرة، وده بحسب سعر الفايدة اللي بيعلنها البنك المركزي المصري. يوم الخميس الماضي بتقرر لجنة السياسة النقدية إنها تخفض سعر الفايدة بنسبة 1%، وده معناه إن الفايدة بتصبح على الودائع والقروض ليلة واحدة 20% و21% على التوالي. بيستخدم البنك المركزي أسعار الفايدة أداة علشان يسيطر على التضخم في الشارع المصري في الأسواق المصرية، ولما هو بيخفض الفايدة فده معناه بيخفض الأسعار. أول شهادة لمدة سنة واحدة بس بسعر فايدة ثابت وعائد شهري 14%. شهادة ادخار لمدة سنة واحدة بتوفر أفضل عائد لو أنت هتستثمر 430 ألف جنيه في شهادة ادخار بسعر عائد 14%، هتديلك دخل شهري 5000 جنيه تقريبا. شهادة تانية ذات عائد ثابت لمدة 3 سنين ب 17%. في طريقة استثمار تانية، وطريقة الاستثمار في صناديق البنك الأهلي أو صناديق الذهب. لو عايز تعرف أكتر عنها اكتب لنا تحت في التعليقات وهنقولك على كل التفاصيل، ولا تنسوا الاشتراك في القناة وعمل لايك.